برنامج الأخ خالد الجبري في قناة يمن شباب، زواجك علينا. الكثير أعتقد الكثير يشاهده، كل يوم نشوف له مقطع يصل عند شباب وقال له اتصل لعمك وزواجك علينا وبسم الله الرحمن. ويعني برنامج فيه يعني يساعد الناس ويساعد الشباب ويساعد. لما شفت له مقطع وصل له يد شايب عمره 40 سنة، ليش ما قد تزوجت؟ قال والله الظروف صعبة والوالد توفى زمان وترك لي عائلة وذي بشقى عليهم والظروف صعبة وما سمحت لي الظروف. يعني موقف مؤلم. طيب ونقال لك خالد الجبري والله نأسف، سياسة البرنامج لا تسمح. كيف لا تسمح يا خبير وان ذي تزوج لك الشباب؟ يعني ذي عادهم شباب، عاد معه عمر، عاد بيدبر نفسه بيزوج نفسه تزوجوه. عاد لا شي واحد يعني قد مزوج ويبى الثاني، هم هذا أموره سنجل، أموره في اللبن. سياسة البرنامج تزوجوا على طول. طيب وصلت لا عند الشايب هذا موقف مؤلم ومحزن، تقول له سياسة البرنامج لا تسمح. طيب تسمح بتخريب البيوت بس، دي معه واحدة تدو له الثانية، والشباب ذي عاد معه عمر باي يدبر نفسه، هذا الشباب باي تزوجتوه. والشايب هذا ذي له ترك عائلة وذي شقال له 30 سنة وظروفه صعبة. ذي يعني المستحق سياسة البرنامج تقول يعني ما نقدر نزوجك. أمانة موقف مؤلم، وسياسة برنامج ما له بذا الطريقة، فهو فيه مهزلة بمشاعر الناس. بالله يعني الشايب هذا هو المستحق بعد تدبروا أموره، قد تشوفوا ظروفه صعبة وأموره يعني ما هي شي زينة. مفروض تتعاونوا معه يعني طاقم البرنامج وذي قايم على هذا البرنامج، يعني له الأولوية الشايب هذا، وتجرح لك مشاعره وتقول له سياسة البرنامج يعني ما تسمح. ورح تدور لك الشباب ذي عمره 17 سنة 18 سنة، عاد قدامه عمر باي يتزوج ويزوج أخوته عاد معه عمر، ما هذا أموره في اللبن. ولا شي واحد قده مزوج وعاده يبغى الثاني، هم أنت تقول له أمورك في اللبن، أمورك سنجل وما أنت. أمانة مهزلة.